من ناحيه المغاربه يعني في الحقيقه ما نجموش نذكروه، ما نقدروش ننكروه هذا. محمد الخامس كان موقفه من اروع ما يكون. هذو البوليساريو ما نعرفوش، حتى لقينا رواحنا لابسين القناضر ولي باتوغا وحطوا لنا دي ميداي تاع الحديد افيك دي بلاك، ونحاولنا الكواخت نتاعنا وبعثونا عام قالوا رصاص ولا يخيط. واش دخل جد باباك في هذه القضيه بين البوليساريو والمغرب؟ سي داود، انت في الكتاب هذا تقول كلمه، تقول لابد الاعتراف بالمساعدات اللي وجدتوها من الشعب المغربي ومن ملك المغرب والملك محمد الخامس وولي العهد حسن الثاني. قلت بانه كانت مساعدات كبيره للثوره الجزائريه. هل يمكن تكلمنا باختصار عن هذه الاشكال تاع المساعده تاع الشعب المغربي؟ الشعب المغربي الاولى في العيد الكبير كل الجنود تاع الكباش يلموهم كامل من الشعب، يبيعوهم ويعطونا دراهم للجبهه. هذا من ناحيه الشعب. من ناحيه الملك ولا الملوك يعني ولا السلاح كيجي لحنا من الخارج، يجي ينزل في دار البيضاء. شكون اللي يستقبلوا؟ مغاربه. الجيش الملكي. الجيش الملكي هو اللي يستقبل، يخبيوه عندهم ومن بعد يعيطونا حنا نديوه. هذا في وقت محمد الخامس وفي وقت حسن الثاني. حسن الثاني قال لك شوفوا احنا نعطيكم السلاح، وعطونا السلاح هما بروحهم. قال لك بصح ما نحبوش كرتوشه واحده تحكي بها في بلادنا، تديوه نروح ديراكت تدخلوه ولا تدخلوه. هكذا كان الحال. انا خطراها ولا مازال عقل عليها، جاب لنا قال لي شوف نهار فلان انه بوسوف يقضى المسؤوليه تاع الارمامون ورابطه مون جنرال، قدم لي الحسن دو، قدم لي السفير روسيا، قدم لي السفير يوغوسلافيا، سفير بلغاريا. قال لهم كل ما قص السلاح ولا كذا سي منصور. ما دونك من ناحيه المغاربه يعني في الحقيقه ما نجموش نذكروه. ما نقدروش ننكروه هذا. واش نذكروه؟ بالك الناس اللي ما على بالهمش يقول لك هذا راه يبالغ، مي انا ما نبالغش انه هذا انت عشتها انت كمسؤول. أنا عشتها. وباش نزيد حاجه، انا ما كتبتش كتاب على الثوره الجزائريه، كتبت الكتاب على الشيء اللي شفته. شهادتك في ميدان تسليح في الجهه الغربيه. هذا هو. ويؤلمنا ألما شديدا أن تجري في أرض جاراتنا الجزائر الشقيقة معارك يتسع نطاقها يوما بعد يوم، وما أشد رغبتنا في أن تباشر مفاوضات بين جميع يهمهم الأمر بتسوية النزاع القائم، تسوية تتفق وميثاق الأمم المتحدة الذي يعترف للشعوب بحق تقرير مصيرها. Je déplore à nouveau l'absence de l'Algérie combattante, dont le courage et la maturité politique obtiendront, j'en suis sûr, avec les pays épris de liberté et de notre organisation, l'indépendance prochaine. Je voudrais à ce propos marquer au passage le déséquilibre évident et incompréhensible à tout homme sensé de la position de la France qui, d'une part, peut parrainer l'admission à l'ONU de 11 pays encore sous sa tutelle au moment où commençait le conflit algérien, et qui d'autre part mène en Algérie la plus impitoyable des guerres de répression. Monsieur le Président, d'autres hommes, en dehors de cette assemblée, n'ont cessé depuis toujours, et souvent au prix de leur vie, d'élever haut leur voix et de la joindre aux vôtres pour montrer aux responsables français la représentativité du FLN, du GPRA, leur force et leur légitimité. Non seulement à Tunis, au Caire, à Moscou, à New York, mais au sein même du gouvernement français, on rencontre maintenant des hommes qui très raisonnablement pour les envoyer en dehors des frontières, comme ils ont fait avec nous en 75-76. En 75, ils nous ont menti.
nous étions des jeunes. Moi, j'avais 24 ans quand je suis rentré de l'armée. J'ai failli mourir à 25 ans. Parce que les bandits de Bouteflika et des colonels de l'époque nous ont menti pour dire nous allons كما قالنا الحيوي عندنا سحابه رايفه في الحدود نتاعنا احنا ما على بالناش هذو البوليساريو ما نعرفوش حتى لقينا رواحنا لابسين القناضر ولي باتو كاع وحطوا لنا دي ميداي تاع الحديد افيك دي بلاك ونحاولنا الكواخت نتاعنا وبعثونا دير لحلو تيفاريتي سماره وانا فين يا عم قالا ورصاص ولا يخيط يا الخوباته يا المجرمين. Et quand 108 d'entre nous ont été faits prisonniers par les forces armées royales marocaines, Bouteflika الخبيث المجرم واش قال لهم؟ قال لهم احنا ما بعثنا حتى واحد. Et Hassan II, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit donc ils ne sont pas protégés par la convention de Genève. احنا ما على بالناش هذو البوليساريو ما نعرفوش حتى لقينا. عندما تنظر الى ليزيماج تاع البوليساريو تلقى بلي هنالك عندهم جيش وعندهم دبابات والكابوس ديال الريح. قلت وش هذا العسكر تاع الجزائر لابسين كيما احنا وهزين سلاح كيما احنا. وعلاه؟ باسكو لي جينيرو تاعنا يمدوا لهم السلاح تاعنا ويمدوا لهم الباس تاعنا ويبدلوا لهم الرونجارز تاعنا. وعلاه؟ باسكو مش فاهمين مع المغرب. خي انت تؤمن بالقضايا الدوليه وتؤمن باللي هنالك الاتحاد الاوروبي والامم المتحده وان هنالك عداله دوليه ولا هاي. وش دخل جد باباك في هذه القضيه بين البوليساريو والمغرب؟ وش دخلنا حنايا؟ لماذا حنايا دخلنا في القضيه وتمنعنا من السفر الى المغرب وتمنع الشعب المغربي من زياره الجزائر يا مجرم؟ كلما تحدثت إلى مسؤول كما قلت لكم إلا وأحسست بأنه يبغض المغرب لأقصى حد. علمهم عندما يوليوا دي كوميد ليطا خدم عند هذا النظام أنه أول حاجة لازم تكره المغرب. وعندما ننظر إلى تاريخ هذه المنظومة الفاسدة نرى بأن المغرب فتح لهم الأبواب وخلى بوتفليقة عندها حمام، وفي ذلك الحمام تربى بوتفليقة مع النساء ولا يهدر غير مع النساء ويخدم غير النساء ويذلل في الرجالة. ونعلم باللي أن زقار رحمة الله عليه فتح أول مصنع للذخيرة الجزائرية للثورة الجزائرية في وجدة وفي طنجة في المغرب. ونعلم كذلك بأن المغرب أعطى الإمكانيات السياسية والدبلوماسية والمعنوية والمادية للثوار الجزائريين، بل أكثر من ذلك. نهار بوتفليقة راح باش يشوف بوذياف وبنبلة ويشوف كل المسجونين في السجن فرنسا، راح بباسبور مغربي. Donc le Maroc prenait un risque diplomatique vis-à-vis de la France. لكن اللي فرنسي على بالهم باللي جاي باسبور مزور. كانوا يسمعوا من وراء البيبان وقال له ما تروحش محمد بوذياف، روح البنبلة ذوك يقبل، وراح البنبلة وقبل. تروحش بوذياف وأيتمد، ما تروح لهمش هذوك مسامر، وراح البنبلة. راح البنبلة قال له أبو مدين يقول لك كذا وكذا، ومن بعد راح البومدين قال له بنبلة وقال لنا كذا وكذا، ودخلوا علينا عسكرية ونعلبوا المدنية. الملك محمد الخامس رحمه الله فكان كذلك يعني وقع لقاء ما بينه وما بين بعض المبعوثين من الحكومة الفرنسية، وكان سمعوا منه كلام خطير كثير. ما الذي قام به محمد الخامس بعدما اختطفكم الفرنسيين؟ قام وخذ موقف يشرف وهدد حتى يعلن الحرب ضد فرنسا، وهذا مش كلام فقط. يعني محمد الخامس كان موقفه من أروع ما يكون. طيلة سجننا وحتى خرج من السجن وشفته بعدين كان موقفه رائع، مع يعني فيما يخص القضية الجزائرية كان موقفه من أروع ما يكون. طيب الآن وأنتم في السجن وكل لكم محامين، كان واحد منهم كان مغربي؟ كان واحد منهم مغربي، هو عبد الرحمن يوسفي الآن رئيس الوزراء. نعم. كان هو المحامي الخاص به. كان آخر هو من أصل جزائري، كان مستشار الملك اسمه شرقي. هذا الرجل عنده مقدرة هائلة في المحاماة، يعني رجل رائع، يعني محامي من طراز الرفيع، وكان في نفس الوقت مستشار قانوني للملك.
محمد الخامس. محمد الخامس. محمد الخامس هو الذي وكل لكم المحامين؟